السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق فيديو أقل ما يقال عنها أنه صادم وكارثي لحافلة نقل المسافرين بولاية باز. تابع الفيديو للأخير. حسب الفيديو المتداول والذي أرعب مستعملي الطريق والمواطنين في ولاية باز، والذي يظهر حافلة لنقل المسافرين وهي تسير مائلة على 3 عجلات فقط وتحمل على متنها الركاب، ما أثار استغراب الجميع، وتساءل الكثيرون كيف للمواطنين أن يخاطروا بأنفسهم ويستقلون هذه الحافلة المهترئة والتي من الممكن أن تتسبب في كارثة في أي لحظة. ودعوا السلطات الوصية إلى ضرورة القبض على سائقها وسحب رخصة سياقته قبل حدوث كارثة لا قدر الله.